أهلا بكم إلى موجز خاص. لقيت امرأة حتفها وأصيب 63 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر انحراف قطار عن السكة الحديدية بين حسينداي والحامة بالعاصمة. المصابون نقلوا على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي مصطفى باشا لتلقي الإسعافات الأولية. الوزير الأول عبد الملك سلال من جهته تنقل إلى مكان الحادث رفقة وزير الصحة عبد الملك بوضياف، ومن ثم على المستشفى للاطمئنان على حال المصابين. هذا ونفى سلال إرجاع الحادث إلى أسباب بشرية، مؤكدا تواصل التحريات حول الموضوع. وللمزيد معنا من مكان الحادث موفد زير نيوز حسين بن زهرة. حسين، هل لديك المزيد حول أعداد الضحايا؟ الحصيلة إلى الآن الحصيلة الأولية بلغت 63 جريحا، لا زال في هذا الرقم، وامرأة واحدة يعني قتيلة نتيجة هذا الحادث. الآن مصالح الحماية المدنية والمصالح المختصة تعمل على استخراج العلبة السوداء لهذا القطار لمعرفة الأسباب الحقيقية لوقوع هذا الحادث المروع. نعم، شكرا جزيلا لك حسين بن زهرة. توافينا بمزيد من التفاصيل حول الحادث في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة. شكرا لكم.